انت متأكد انه ده بني آدم؟ ركز معايا يا صاحبي، ركز معايا يا كاريزما. لو قلتلك ان في ناس عايشة وسطنا بيظهروا على الشاشات، بيلبسوا بدلات شيك وبيتكلموا في المؤتمرات وهم مش بشر أصلا، هتضحك ولا هتفكر ولا هتفتح عينيك وتقول يا نهار اسود، أنا شفت كده قبل كده؟ الناس دول بيتقال عليهم الزواحف البشرية، أو بالإنجليزي Reptilian Humanoids. نظرياً هم كائنات زاحفة جايين من عالم تاني، متخفيين في أجسام بشر، متغلغلين في السياسة، الإعلام، الاقتصاد، وكل حتة بتتحكم في حياتك. وأهم حاجة، محدش حاسس بيهم. اللي طلع بالنظرية دي هو واحد اسمه ديفيد آيك، صحافي إنجليزي سابق، وفي يوم قرر يقول للعالم أنا شفت الزواحف وهم مش مننا. من ساعتها الدنيا ولعت والناس انقسمت، جزء قال عليه مجنون وجزء قال لأ. وقبل ما نبدأ الرحلة دي اشترك في القناة وفعل الجرس علشان توصلك كل الحلقات الجديدة أول بأول، وسيب لنا رأيك في كومنت لأن كل كلمة منك بتفرق. وخليك جزء من عالم هاروت، مش مجرد شخص عابر. احنا هنا بنفكر، بنسأل، وبنحاول نعرف الحقيقة حتى لو كانت مرعبة. مستعد؟ يلا بينا. الراجل ده شاف اللي احنا مش شايفينه. هو بيقولك إن الزواحف دول بيغيروا شكلهم، عندهم قدرة يتجسدوا في هيئة بشر، يدخلوا عالم السياسة والدين والمال ويتحكموا في العالم. وديفيد مش لوحده، في ناس حول العالم بتقسم إنها شافت بعينها تغيرات بتحصل في وجوه بعض الرؤساء، لحظات بيظهر فيها جلد أخضر، عينين بتلمع بشكل مش طبيعي، لسان بيطلع لحظة ويختفي. طيب نخش في الممنوع بقى. مين الشخصيات اللي بيتقال عليهم إنهم زواحف بشرية؟ خد عندك القايمة دي وخلي بالك، مش بنأكد ولا بننفي، احنا بس بنحكي لك اللي بيتقال. جو بايدن رئيس أمريكا الحالي، في مقاطع على يوتيوب بتوري لحظات غريبة في وشه، ناس بتقول وشه بيتهز كأنه قناع، وفي فيديو مشهور بيظهر فيه عينيا بتتلون بالأسود فجأة. الملكة إليزابيث الله يرحمها كانت واحدة من أكتر الناس اللي اتقال عليهم زواحف، وفي شهود قالوا إنهم شافوها بتتحول قدامهم لحيوان زاحف عملاق. باراك أوباما برضو دخل القائمة، ناس بتقول حركته وسكونه في المؤتمرات كان في حاجة مش مريحة. جورج بوش الأب والابن من أشهر الأسماء، وفي ناس قالت إنهم بيحضروا طقوس غريبة في غابات أمريكا مع جماعات سرية. مارك زاكربيرج مؤسس فيسبوك، الفيديوهات اللي بيبان فيها كأنه روبوت خلت ناس كتير تقول ده مش طبيعي خالص. هيلاري كلينتون اتقال إنها فقدت السيطرة لحظة على هيئة الزاحف جواها، ودي كانت إشاعة انتشرت بعد تسريب إيميلات غريبة ليها. تفتكر دول كلهم صدفة ولا في حاجة أكبر بتتحرك في الكواليس؟ الأنوناكي بداية كل حاجة. بس تعال نرجع شوية ورا، لأكتر من 700 سنة في حضارة اسمها سومر في العراق حالياً. الحضارة دي بتقول إن الآلهة نزلت من السماء وسموهم الأنوناكي. الأنوناكي كانوا عمالقة جايين من كوكب اسمه نيبيرو، وخلقوا البشر علشان يشتغلوا عندهم، بالبلدي كده عبيد. عارف بقى إيه الصدمة؟ في ناس بتقول إن الزواحف البشرية دول هم نفسهم الأنوناكي. بيقولك هم اتطوروا واستخدموا الهندسة الوراثية علشان يعملوا جنس هجين، نص زاحف نص بشري، ويعيشوا وسطنا ويتحكموا فينا. الهندسة الوراثية اللي قلبت الدنيا. الأنوناكي بيقال إنهم اشتغلوا على جينات البشر وخلقوا الكائنات اللي نعرفها دلوقتي، واستخدموا الحمض النووي DNA بتاعهم وحطوه جوه أجسام بشرية، والنتيجة كائنات شكلها إنساني لكن جواها زاحف حاكم. في برديات مصرية قديمة وفي نقوش في العراق تلاقي رسومات لكائنات عندها جناحات شكلهم مش طبيعي،
وعينين بتلمع. ساعتها تقول طب دول رسومات فنية ولا توسيط لحاجة حقيقية؟ في كلام كتير بيقول إن الزواحف بيستخدموا الإعلام علشان يسيطروا على الوعي الجمعي. المسلسلات، الأفلام، الأخبار، كلها أدوات غسيل مخ. وبيقال كمان إنهم استخدموا الأديان علشان يسيطروا على البشر بالمعتقدات، يزرعوا الخوف ويخلوا الناس تبعد عن الأسئلة اللي ممكن تفتح عينهم. وبيقولك إن في بعض الطقوس الدينية اللي اتنقلت من جيل لجيل هي في الأصل طقوس زاحفية. اسمع القصة دي. شريف شاب كان شغال في فندق فخم في القاهرة، وبيقول إنه في مرة شاف شخصية سياسية معروفة بتتكلم مع حد غريب جدا، طويل، جلده لونه رمادي وعينيه زي السحلية. بيقولك أنا كنت شايفهم من الكاميرا، وفجأة الكاميرا هنجت ووش الشخص الغريب ده اتغير، بقى كأنه حاجة زحفة. لحظة وتعدي، بس أنا مش ناسي المنظر. الناس قالت له أنت بتهلوس. لو دخلت يوتيوب أو تويتر أو أي منصة هتلاقي آلاف الفيديوهات اللي بتتكلم عن تغيرات في وجوه السياسيين، لحظات بيبان فيها إن في حاجة مش مظبوطة. ناس بتقول إن ده نتيجة مشاكل تقنية، وناس تانية بتقولك لأ، دي لحظة الزاحف وهو بيرجع لطبيعته. وفي ناس بتحلل فيديوهات مارك زاكربيرج وبتقول إن طريقة كلامه، تعبيرات وشه، كلها متبرمجة. هل ممكن فعلا يكون في كائنات عايشة وسطنا ومش حاسين بيهم؟ العقل بيقول مستبعد، لكن مش مستحيل. في كائنات في أعماق البحار احنا لسه مكتشفناها من كام سنة بس. طب ما يمكن في كائنات أذكى مننا عايشة بينا وبتتحكم فينا. هل الكلام ده حقيقي ولا مجرد خيال علمي؟ هل الأنوناكي والزواحف موجودين فعلا؟ ولا دي نظريات اتزرعت في عقولنا علشان تشوشنا عن حقيقة تانية؟ محدش يعرف، لكن اللي نعرفه إن العالم اللي حوالينا مش بالبساطة اللي بنشوفها، وإنك لازم تبدأ تسأل ليه بيخلونا نضحك على النظريات دي؟ يمكن علشان نخاف نسأل أكتر. لو عجبك اللي سمعته ما تنساش تدوس لايك وتشترك في القناة، علشان لسه عندنا بلاوي عن الأنوناكي والأسياد والتحكم في العقول، ولسه هنتكلم عن اللي بيحصل في السماء وعن رموز بتظهر كل يوم ومحدش واخد باله. خليك دايما صاحي وخلي عقلك صاحي أكتر. أهلا بيك في عالم هاروت. معقولة لحد دلوقتي لسه ما عملتوش اشتراك في قناة هاروت اكس؟ يلا اشتركوا حالا واعملوا كومنت. ما تنساش بقى يا نجم النجوم تعمل السبسكرايب وتعمل التعليق وتعمل اللايك الجميل. وانت يا نجمة نجوم الكوكب ما تنسانيش برضو عشان الحلقة الجاية ان شاء الله توصلكم بسرعة وهتبقى ضرب نار ان شاء الله. انتظرونا في الحلقات القادمة. سلام.